لقيت شو جابك لهم؟ لا احكي لهم امان، احكي لهم انك مبين لازم إيه انا لازم لكن على طول نقدم تنازلات انت. واللون خيال. انا كمان بدي اجرب عصر. يلا بابا يلا انت كمان. بشو ما عم بقدر افتح. عصي علي لحظه عصي. بسرعة يلا سامر قوم لساتك قاعد بسرعة، قوم البس جاكيتك. انتوا لساتكم قاعدين. يلا بسرعة تعوا رجعوا لساتكم عم تركضوا انتوا. رجعت مطرت مرة ثانية. يا الله شفتي؟ رجعت مطرت مرة ثانية. كيف بدنا نروح على السوبر ماركت كيف هلا؟ بدنا نروح على السوبر ماركت؟ مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد وكل عام وأنتم بألف خير. اشتقنا لكم كثير. كثير كل عام وأنتم بخير يا رب. واليوم الفيديو قديش حلو. واو يا جماعة على فيديو اليوم. الأحمر. حافظة علينا لأنه أنا وسامر كنا عم نحكي عن فكرة الفيديو وشو بدنا نعمل الخطوات، فإلينا حافظة كل شيء طبعا. طبعا يا جماعة من وين اجتنا فكرة فيديو اليوم؟ أول شغلة حبينا طبعا نعايد عليكم بهذا الفيديو، وثاني شغلة أنتم بتتذكروا من كم يوم على قناة رائدة شو صار؟ رائدة جبرتني، حطتني تحت الأمر الواقع، جابت اللون اللي دهان وحطته قدامكم أنتم قدام الفيديو، قال هذا اللون سامر رح يحطه على الحيط بالصالون. قهرني لآخر لحظة ولآخر ثانية بتيجي بالتعليقات رائدة من وين ورق الجدران تبعكم. فلذلك بما انه نحن ما كنا معجبين بورق الجدران القديم قررنا انه نغيره وغيرناه، صار عندنا لون جديد هلا بالصالون، صراحه غريب كثير، ومن هون اجت فكره الفيديو تبع اليوم. فاكيد انتم توقعتوا شو هو لون الحيط اللي راح تشوفوه هلا بهاللحظه. كشفت الموضوع كله. مستعدين لحتى تشوفوا اللون؟ يلا تعالوا بجيبكم اياه. 1 2 3 جو. يا جماعه لما رحنا على السوبر ماركت لحتى نختار هذا اللون، اول شيء رحت لعنده قلت له انا بدي لون ما بعرف كيف، شرحت له عنه يعني اعطيته مواصفات اللون، بعدين قاعد يفرجيني عنده على حيط كثير كبير، عنده تشكيله الوان كثيره، بيعملوا عينات على الحيط. قام بالاخير قال لي خذ هذا اللون راح يطلع معك اللون اللي انت بدك اياه. جبنا له اللون، شفتوا كيف عنده على اللون، وحتى على العلبه كان مو هو مختلف صراحه، ومكتوب عليه انه احمر خريفي او هيك شيء. انا قصدي على القصه انه هن عندهم خربطه بالارقام، يعني نحن اخترنا رقم وحاطين غير رقم تحت التيست. يعني هلا اكيد ضعتوا من القصه ما فيها انه كان مكتوب مثلا على اللون اللي عجبني كان مكتوب عليه رقم 34، انا اخذت اللون 34 من تحت، طلعوا الموظفين مخربطين حاطين لون ال 34 عند ال 36 ومخربطين، عرفتوا كيف؟ فطلع معنا هذا اللون اللي انتم شايفينه هون. محظوظين باللون الاحمر على فكره. بس عن جد كثير حلو، يعني عجبنا بعد ما عملناه وحطيناه على الحيط عن جد. يعني هذا اللون بيلبع على كثير الوان، على البني على الاخضر على الابيض، كثير يلبع، طلع كثير حلو. انتم اعطونا رايكم تحت بالتعليقات شو رايكم في لهذا اللون. المهم شو رح نعمل اليوم؟ باللون اللي غيرنا باللون الاحمر. فهمتوا علينا؟ اليوم رح نقضي يوم كامل باللون الاحمر، ناكل ونشرب ونشتري شغلات كتير طيبه باللون الاحمر. لذلك قبل ما نبلش فيديو اليوم اكيد حطوا لنا لايك، هذا الشيء كتير يدعم قناتنا جايز، ما تنسوا هذا الشيء، وتعليقات كتير حلوه وشير للفيديو. يلا نروح على السوبر ماركت. ليتس جو. شوف الورده الاحمر. واو شوفوا نفس لون الجاكيت. واو شو حلوه ليكي، هي كمان في وردات احمر شفتيهم؟ حاسه الدنيا كلها متفقه معنا بالفيديو اليوم. شايفه؟ شو هذا كرز، بس هذا كرز سامي. لا مو كرز هذا. لكن شو يا جماعه اللي بيعرف شو هاي الشجره يخبرنا تحت بالتعليقات، ما بنعرف شو اسمها هي. حلوه كثير هي الورده. بابا لقيت فيه كرز وفريز. واو يعني لازم ناخذ هي لانه فيها احمر مو؟ هي اول غرض لنا باللون الاحمر. دوري انا، وهي انا دوري على قسم الشيبسات لانه غرامي، وهذا لونه احمر. لا تقول لي هذا لونه احمر وبقلبه كمان بالصوص الاحمر. احرجتيني بصراحه، هذا لونه احمر. وهلا اهم شغله بفيديو اليوم شو هو يا حزلكم؟ الاكل. الغداء، البطون، اهم شيء نشبع البطون.
فاليوم رح اعمل لكم معكرونه واكيد يكون شو لونها احمر. بس كيف رح تعمليها احمر؟ بالصوص الاحمر. نحن هون ببلش النهار عنا من الساعة 7 المساء. طلعوا امتى طلعت الشمس؟ بعد ما رجعنا من السوبر ماركت. واخيرا يا جماعه رجعنا من السوبر ماركت. طبعا مثل ما فرجتكم رائده من الشباك، هلا بعد ما طلعنا على البيت بلشت تطلع الشمس، شيء غريب انه والله. ايه نحن ببلش عنا عن جد نهارنا الساعة 7 المساء، لانه ما معقول ما بتغيب الشمس لل10 والصبح كله غيوم على طول مغيمه الصبح. ما انتم ما بتخيلوا نحن ما بنشوف الشمس بالمره بقلب النهار. المهم رجعنا من السوبر ماركت، معنا شغلات كلها باللون الاحمر رح ناكلها، بس هلا رائده رح تفرجيكم اياهم كلياتهم. يلا شوفوا لي هالشغلات الحلوين هدول. طبعا انا حسبت حسابي بالغدا وبالحلويات بنفس الوقت. يا سلام. شوفي هاي الأحمر. هي لعبة إلينا لونها أحمر، أنا ماما أعطيني لعبتي لونها أحمر كمان. المهم بدي أعمل اليوم معكرونة، وهذا الصوص الأحمر لقيته أحمر أكتر شيء بالسوبر ماركت. المهم وهي الحلويات الوافل. طب هلا هي مو احمر، هي كيف بدك تعمليها احمر؟ هلا أنت لما تجيب تفاحة لونها حمرا تقصها بالنص شو يطلع بقلبها؟ ابيض. إيه فأنا أكيد ما أعمل لك شيء يعني لونه قصدك بدك أحمر. تعمليها من برا احمر اكلة الحلو. ايه من برا رح زينها بالفريز وبحط عليها كريمه كمان هيك كلياتهم فيهم احمر. خلص انت مشينا. طيب والعصائر هون عندنا فواكه الينا طبعا باللون الاحمر. هي الينا ليش حطيتيها؟ هي مو لون بابا هي رحتي احمر. اشتريتيها بابا، هي خليتيني اشتري لك اياها. ضحكت علي بالسوبر ماركت قالت لي لونها احمر. مو احمر هي بابا، هي مو احمر العلكه. أنا بدي هذا. المهم كمان جبنا مربى الفريز لونها حمراء، والفيبتو هذا طبعا سامر انت معقوله خلص رمضان هذا مشروب رمضاني. ونحن لقيناه بعد ما خلص رمضان. جبنا هذا المشروب الطاقة كمان لونه أحمر. المهم رح نعمل شغلات كتير طيبة. واو أنت شو جايب اليوم هاد؟ شفتي يا جماعه انا بعرف رز بحليب، بالعاده رز بحليب المفروض يكون لونه ابيض، هذا رز بحليب لونه احمر. أنت قصدك إذا فتحته يطلع لونه أحمر. يلا افتح تعالي تعالي خلينا لحتى نشوف نشوف. سوا. رح نخلي الينا نجرب. لا لونه لا أبيض. لحظة تعالي تعالي، هون السر. قربي تعالي لعندي لك. ها شوفي شوفي الله. شوفي شوف 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 شو صار لونه. شفتي صار لونه احمر. شفتي لكم من جوا فيه صوص لونه احمر. يلا بابا جاهزه تدوقي لنا اياها انت؟ يلا 1 2 طيبه. طبعا صار دوري مو بس أنت تاكل رز بحليب لونه أحمر. هاتي أنا نشوف. جبت هذا اللبن اللي كتير طيب تطلعه شوفوا شكله كلياته مغري. ها فريز يومي. على فكرة هي بتجي بقلبه قطع فريز كتير طيبين. لينا انت بدك تاكلي مع مامي منها؟ لا لا ممكن تخبريهم بقى انت شو عم تعملي عندك؟ لك انت شو جابك لون؟ لا احكي لهم امانه، احكي لهم انك مقضي كل وقتك هون على المرايه، بس شو السبب؟ لا بس وقت التصوير بقضي كل وقت. يعني لوحاتي ما شي بقعد. يا الله ما بتتخيلوا يا جماعه شو عم بيصير فيني يا بهذا حرام. الفصل. صار لي شهرين بالضبط رشح 24 ساعه ووجع راس وكل شيء صار فيي وجاني يا بهذا جماعه الفصل. رائده عندها طبعا هي السنه رح بس تظهر هي- هي الشغله. هي حساسيه الربيع بيسموها. بتعرفوا انه هون باوروبا كثير في خضار واشجار كثير، فصار عندها مثل حساسيه. يا حرام انفها مسكر على الاخر. كل ما تحكي كيف تحكي كيف تقولي كيف. طبعا الاحرف كلها مخارج الحروف كلها دقنقنه يعني عباره عن دقنقن. يلا جوعتينا وانت واقفه هون. يلا تعي بدنا نروح ناكل. ايه بس هلا ما يعني ما بيضحكوا علي لاني ما يا جماعه اي كلام بتقولوا رائده هيك يعني فيه شو بيقولوا هيك دنجنه. مرقوله اياها هالمره حرام. اسمعي لك رح انزل شوي انا هيك مشان بين أنا ما بقدر كل وقت لازم واقفة على انا المسلسل. لازم لكن على طول اقدم تنازلات. انت قدمي تطالعات مثلا. نروح نجيب شوي. كرسي صغير كرسي إلي. لا خلاص هيك منيح والله هيك منيح. انا منيح؟ مرتاح. يلا هيك على فكره كلنا رح ننزلها على ما رح اقص شيء. خلينا نشوفوا كل شيء على حقيقته يا جماعه. معلش مشان اليوم رايح يكون على بساط احمد لا قصة. المهم طيب. هلا بدنا ندخل بالموضوع. انت شو كنت بدك تحكي كنا بدنا نحكي له عن تجربتنا بدهان هذا الحيط. التجربه الخطيره. لا لسه عم ما حضر غني. تمام. المعكرونه لانه ايه احكي له إيه. شو. سامر بالعيد قلت له لسامر كان عطله وكل شيء. هون بتعرفوا اجواء العيد باوروبا ما كثير زياده يعني ما في اجواء خاص. نحن بس نعرف نوع عيد. المهم وانا بتعرفوا مثل شوفت عينكم الحساسيه هالكتني قريب كان كثير قوي بالعيد. فانا هون قاعده على الكنبايه وسامر قلت له قوم خلينا ندهن الحيط نشيل ورق الجدران كله وهيك. نحن ليش نحن نعمل كل شيء هون لحالنا. نحن يا جماعه رح اقول لكم شو القصه. نحن بعد ما انتقلنا لحتى نعيش هون باوروبا اصطدمنا بالواقع انه شو تقريبا كل شيء لازم انتم تعملوه بايدكم اليوم ورايح. يعني ما في مجال انه حدا يجي يساعدكم. يعني هون مثلا هذا الحيط اللي نحن غيرنا لونه
كان ممكن نتصل بشركه تيجي تغير لنا هذا، بس شوف كيف الشركات هون بياخذوا كثير غالي يعني كثير، يعني مثلا ضعف المكونات او الشغلات اللي عم نشتريها. يعني انتم دافعين مثلا $100 او $100 مثلا حق الدهان وهدول الشغلات بياخذوا مثلا $300 يعني مبالغ بتصير كبيره بصراحه. فقررنا انه نحن نعمل بايدنا، فنحن جبنا الدهان حطيناه على الحيط. بس كيف حطيناه؟ كانت رائده قاعده مرضانه هيك متلفلفه وراي وعم تراقبني وانا عم بشتغل بالعيد. روح لهون تعال هون. ايه وبعد طلع نزل هيك قاعد تشتغل فيني. بلشت احط اللون على الحيط فانصدمنا انه طلع كثير غامق اللون. غريب طلع اللون. لا سامر يقول لي بترك من ايدي خلاص بروح بجيب لون ثاني والله بعد عارف شو بدي اعمل. والله هيك صار فينا. كان طالع غامق، السبب كان انه لسه مو ناشف، عرفتوا كيف؟ فبعدين اكتشفنا انه لا هو لونه حلو بعد ما كملناه ومشي الموضوع. ايوه عجل وديت تعب سامر حرام، صار يحط الزيقات على كل الاطراف. فهي شو الفكره اللي نحن بدنا نقول لكم اياها؟ انه عن جد انه هون باوروبا لازم الواحد يعتمد على حاله. يعني انت بس بدك تغير شغله صغيره بالكهرباء او ما بعرف بدهان الحيط، فما بنقدر نحن كل شغله صغيره نتصل بشركه وناخذ موعد تيجي الشركه تعملها. ما في والله جارنا اللي بيشتغل بمجال الدهان، جارنا بيشتغل بالكهرباء، هون ما في هدول الشغلات. بس هون يصير الواحد عن جد يصير قوي، يعتمد على حاله كثير شغلات، يعني بيتشجع. نحن مثلا حطينا ورق الجدران شلنا رجعنا غيرنا، بس طبعا الينا ضلت تهز بالكاميرا صيحه ساعات. بس كان يعمل لها كل شوي يروح يضربيه، كان يعمل لها ضربي البراد مو بعد يعمل براد. المهم هي خبرتنا حبينا نوصل لكم اياها. فانتم شو رايكم بهذا الموضوع يا جماعه؟ يعني انتم بالدوله او بالمكان اللي انتم موجودين فيه انتم بتعملوا كل شيء بايدكم؟ يعني انتم مثلا بتعملوا الدهان بايدكم، انتم بتركبوا الفرش من ايكيا بايدكم، انتم بتعملوا كل شيء بايدكم ولا بتجيبوا حدا يساعدكم بهذا الموضوع؟ خبرونا انتم شو رايكم بهالموضوع. اجى دور مين هلا يا عمي؟ اجى دوري انا لحتى اعمل لكم العصير اللي هو رح نشرب. شو اتفقنا نحن؟ عصير احمر. عصير احمر فيمتو مع الاكل. اوكي. ايه لانه اصلا هو احلى لون. على فكره بتعرفي انه شفت في فيديوهات بيحطوا معه للفيمتو بيحطوا معه 7 اب او يعني سبرايت وبيحطوا كمان نعناع معه بيطلع كثير طيب. يا هلا رح نحط فوق عصير بابا مشان ما يذوبوا. اوكي. اول شيء رح احط لك شويه صغيره حركات. هي قصدك صح؟ شايف هي بس هيك حركات هيك. شايف ما احلاها؟ لا انت حطيت كل الكميات. حطيت تقريبا كل الكميه هيك حسيت. وهون رح نحط الباقي. يا لونه خيال. بدك تعرف قد ايه الكميه اللي عم تحطها ولا هيك؟ لا ابدا عم اشتغل مني لحالي. هلا شوف بس تطلع طيبه كثير. هلا شوف. ايه يلا. واو اللون خيال. بس نشوف الطعم اذا رح يطلع كثير طيب. ورجيهم الجبنه سامر اللي جبناها. نحط معها من هي الجبنه الجافه هي تبعت المعكرونات. لينا ما هو بنات لينا بما اوكي هلا اجى دور شو اجى دور اكلة الحلو. هي اسهل اكلة حلو بالعالم، كل شيء جاهز فيها بس انا رح طبقها، ولكن اطيب مكون فيها هو الفريز. شايفين غسلته وجهزته وحطيته على هي الخشبة لحتى بلش اقطعه للفريز، وبعدين بحط الزينة عليه. بدك انتي فوقه شوكولا ولا بس كريمة؟ شوكولا. اوكي اول شي خليني اقطع الفريز الينا صح؟ مشان يسهل علينا تحضير أكلة الحلو. اوكي سامر تعال. جرحت ايدي بدون ما اعرف. بسرعة تعال. عن جد شو بشو ما عم بقدر افتح لي. عصي علي لحظة. عصي بسرعة عصي. خلي هي شوي. ايدي ماني قادرة. بس عصي علي لحظة. بس جيب تعال اقول لك تعال سامر. ايدي عم توجعني.
بسرعة بسرعة، عم تطلع دم كتير. يا الله، قلت لك انت قطع الفريز، انا مو شاطرة بالتقطيع. غسلي لا لك، غسلي استنى. تعي غسلي. لا اول شي دوقه. شو دوقه؟ بعدي غسليه بالاول، بس غسليه شوي مشان تروح الدم. هي الكاتشب. لا قدام ولا علبة، مو شايفة. هو طيب الكاتشب على الفريز. تضربي منك ايه؟ وكل شوي بتقلي خلينا نعمل المقلب ماما، وانا بديش لا يسمعك دادي. بتعرفي انه عن جد خوفتيني؟ عن جد عم عن تحكي؟ جد خفت يعني لحالي. شو هالمنظر كثير كانت ايدك مليانه كلها رح جبتنا للزيت لحالي دغري. انا اسعافات اوليه كنت مفكر. انا بس شوف منظر الحلو بجوع فجاه، حتى ولو كنت اكل انا خلص ما عاد فيني اتحمل. شوفوا عن جد منظرها كثير بشهي. هلا انا حابه احط فريز وبعدين احط كريمه وبعدين برجع احط فريز. انا بعرف يحطوا الكريمه بعدين انت مو بدك تعمليها احمر من برا، فالفريز من فوق المفروض. يلا هلا خلص اوكي. يلا تعالي نبلش. يلا. واو كريمة يامي. مليان كريمة. أنا كمان بدي أجرب عصر كريمة. يلا بابا يلا انت كمان. عصي. واو. برافو. شوفوا هي بعد ما خلصنا أكلة الحلو السريعة الخفيفة النظيفة هي. بس المهم بدي أسألهم أي صحن لإلي اللي أنا زينته؟ اي صحن انا زينته، اي صحن رائده زينته برايكم انتم؟ خبرونا لشوفكم. هذا رقم 1 وهذا رقم 2. شو رايكم كل واحد؟ مين اللي عمل هذا؟ يعني لا تقولي خلينا هن يحزروا. خليني أقول. وهيك نكون وصلنا معكم لنهاية الفيديو. بتمنى يا رب يكون عجبكم، وأنا كتير مبسوطة بالمقلب اللي عملته. خبرونا رايكم يا جماعه اذا ضبط المقلب مع رائده او لا، وشو رايكم انتم بردة فعلي؟ هل كانت مبالغ فيها ولا عادي؟ الميمي. وبنشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. لا تنسوا من هون للفيديو الجاي انه تحطوا لنا انتم لايك على هذا الفيديو، هذا شيء كثير ضروري. رأيهم بالتعليقات. واعطونا رايكم، حطوا لنا تعليق نعرف انتم شو بتفكروا لما انتم بتشوفوا فيديوهاتنا. كثير بيهمنا نحن نتواصل معكم من خلال هي الطريقه، واعملوا شير لهذا الفيديو لحتى تكبر عائلتنا اكثر واكثر. ونشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي. نقول لهم باي. بنحبكم كثير. تصبحوا على خير. باي. صباح الخير.